وبكده بتكون كل اجزاء الهودي جاهزه، القماش اتغزل واتصبغ واتفرز ومر بكل تجارب الدقه. بعد كده بيروح على الليزر عشان يتقص، فاضل بقى انه يتجمع. ولان مفيش مكنه تغني عن مهاره العامل، بتتساب الخياطه للعماله لانها بتعتبر اكتر مرحله معقده في عمليه تصنيع الهودي. حلو قوي كده، بقى معانا الهودي كامل تقريبا. بس تخيل بقى ان اي رسمه او صوره او حتى اسم الماركه اللي عليه ده طلع حوار، حاجات بجد احنا بنشوفها كل يوم وما بيخطرش على بالنا ابدا انها ممكن تبقى معقده قوي كده في صناعتها وكميه التكنولوجيا اللي وراها. باشمهندس انا عايز اسالك على حاجه، دلوقتي رسمه زي اللي هي قدامنا دي، تمام. علشان اعملها ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لو الديزاين بتاعها جاهز وجاي من بره من العملاء جاهز، بيخش على مرحله فصل الالوان على طول. ومرحله فصل الالوان ان هو بيفصل كل لون لوحده في شابلونه اللي هي تعتبر الاسطمبه بتاعه التصوير. وهي كل لون بقى بيتحط في حاجه زي كده وبيعدي ياخد اللون بتاعه بس. مظبوط. طيب المكنه دي ممكن تشيل لحد كام لون تقريبا؟ يعني حاليا المكنه دي 40 والرسمه دي 22. اوكي، يعني دي حاجه المفروض احنا نبقى فخورين ان هي عندنا في مصر يعني. طبعا. وبعد كده انواع الطباعه المتعدده، يعني دي مثلا سلك سكرين، عندنا طباعه رابر، عندنا طباعه فلوك، عندنا طباعه فويل، عندنا طباعه ديجيتال، ودي كلها أوكي. حاجات مطلوبه للماركت. وهي مجرد انت ما بتقول لها انت عايز تعمل ايه وبتغير الماتيريال اللي بتدخله على بتاع بتدي لك اي حاجه. مظبوط. وهنا آخر عملية فحص قبل التغليف. هنا بندور على أي عيوب في المنتج النهائي، سواء غرز ناقصة أو حتت مفتلة أو غلط في المقاسات. وهنا بتتخزن المنتجات كلهم بالتيكتس والإكسسوارات اللي بتحدد كل شحنة رايحة فين. لاكوست، كيلفن كلاين، نايكي، تومي، كل الهدوم بتتجمع في المخزن ده، ومن المخزن للمينا، ومن المينا للعالم كله في الكونتينر. المفاجاه اللي انا اكتشفتها النهارده ان معظم اللبس اللي كلنا بنجيبه من بره لو بصينا على التيكت هنلاقيه مكتوب عليه صنع في مصر. في آخر 5 سنين بس كل يوم بيخرج من مصر آلاف الكونتينرات المتحملة ببضاعة من صنع إيدينا بتسافر لكل بلاد العالم. نسيبنا بقى من عقده الخواجه وخلينا في المصري.